عشان حسيت ان انتوا بتحبوا قوي القصص اللي فيها مغامرات، قررت ان انا اكمل الكتب بتاعت احمد خالد توفى. والنهارده هنحكي عن رواية تحفة جدا اسمها ملائك نصبين. الفصل الاول بيقولك ان في نقش على جدار الكهف. في البداية بندخل جوه الرواية من خلال شخصية المحقق اللي شغله سري وغريب، متخصص في التحقيقات الخارقة للطبيعة. بيتم استدعائه في قضية غير اعتيادية. فتاة اسمها فاطمة اختفت فجأة، وكان آخر مكان شوهدت فيه هو كهف قديم في منطقة اسمها نصيبين، واللي مشهور عنه الكهف ده انه مسكون بالجن والعفاريت. المحقق بيروح للمكان وبيدخل الكهف، وهناك بيبدأ يسمع أصوات غريبة ويشوف رموز مكتوبة بلغة مش مفهومة، لكن كان في حاجة منهم مكتوبة بالعربي: أنا فاطمة وقد دخلت هذا العالم بكامل إرادتي. من هنا يبدأ يربط بين الحوادث والكتابة، وبيعرف إن القصة أعمق من مجرد اختفاء. إحنا داخلين على حاجة أكبر من كل تصوراتنا، عالم تاني. يلا بينا. الفصل التاني بيقولك من العالم الآخر. بنرجع بالزمن لورا وبنقابل فاطمة، طالبة جامعية عادية، لكن حياتها اتقلبت لما بدأت تحلم أحلام متكررة عن مكان مظلم وكائنات بتكلمها بلغات مش مفهومة. ومع الوقت بدأت تسمع الأصوات دي وهي صاحية كمان. جارتها الكبيرة في السن بتحذرها من الكلام اللي بتقوله وبتسألها: انت دخلتي فيهم؟ شفتيهم؟ قالولك اسمك؟ فاطمة بتبدأ تربط بين أحلامها والكهف اللي فيه نصيبين، وهناك بتقرر تروح بنفسها، وده كان بداية دخولها لعالم الجن. بيقولك إن حصل لقاء في الظلام في الكهف. فاطمة بتدخل وحدها، وبالداخل بيظهر لها كائن غريب مش شيطاني، لكن شكله مش بشري. بيعرفها بنفسه باسم ملك، واحد من ملائك وهم جن مسلمون. اسم مالك، واحد من ملائك وهم جن مسلمون، لكن مختلفين عن كل ما نعرفه. بيقول لها: نحن ملائك لسنا بشرا ولسنا من شياطين إبليس، لنا عهود قديمة وانتهكت، أنت أحدها. وبيشرح لها إنها بتملك دم قديم، دم من نسل من البشر اللي كانوا بينهم وبين الملائك عهد قديما، وإنها لو فتحت البوابة بينهم مش هتقدر ترجع تاني. شهود من الماضي. المحقق بيكمل تحقيقه وبيلاقي شيخ عجوز في المدينة كان شاهد على أحداث غريبة حصلت في شبابه عن بنت تانية كانت بتحلم بالأحلام دي واختفت للأبد في نفس الكهف. الشيخ بيقول هم مش بيختاروا أي حد، بيختاروا اللي في دمهم العلامة. وبيبدأ المحقق إنه يفهم إن في حرب خفية بين بشر عاديين وبين مختارين وحلفاء من الجن. وفاطمة بتبدأ تتعلم لغة الملائك، وبيعلموه حاجات عن عالمهم. في قبائل فيها ممالك، في جن مسلم وجن كافر، وفي قوانين صارمة بينهم. بس الغريب إن فاطمة مش سجينة، بل بتتقبل وجودها هناك، وبتبدأ تحس إنها في بيتها رغم كل الرعب اللي حوالين المكان. بيجي يوم وبيقول لها مالك: الوقت جه أما تبقي واحدة منا أو تموتي كالبشر. فاطمة بتختار البقاء. حصلت معركة لأول مرة في العالم السفلي، بتبدأ حرب بين فصيلين: جن كافر اسمه قوم أزر بيحاولوا يسيطروا على مملكة الملائك، وبيقودهم واحد مرعب اسمه الجساس.
طبعا الاسم ده احنا سمعناه قبل كده في الجساسة اللي قابلوها مجموعة كانوا طالعين رحلة في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فاطمة بتكون في النص وبتختار ضمن صفوف الحراس، وبتبدأ أول معركة ليها في عالم الجن، وبتكتشف إنها بتقدر تقاتل زيهم بالظبط، ودمها بيخليها مختلفة. المحقق بيرجع للكهف وبيكتشف رمز مخفي يقدر يفتحه، وبيفتح باب بيودي المكان تحت الأرض، وهناك بيلاقي كتاب اسمه صفر الملائك مكتوب بلغة قديمة، واللي فيه قصة فاطمة من البداية. بيفهم إن فاطمة مش مفقودة بل اتحولت، بقت واحدة منهم، وإنه لو قرب أكتر هيبقى هو كمان ضمن اللعبة دي. بعد المعركة الأولى فاطمة بتتألم مش بس من الإصابات لكن من اللي شافته. حياة الجن مش مجرد سحر ومعارك، دي حياة مليانة بالقوانين الصارمة والطاعة والعقاب. بيتم إدخالها غرفة اسمها مرآة الأرواح، مكان بيكشف لك حقيقتك وبيخليكي تواجهي أعماق نفسك. فاطمة بتشوف صورة لها وهي طفلة بتتكلم مع ظل، والظل ده هو مالك. من زمان وهم متصلين حتى قبل ما تعرف اسمه. بتقول لنفسها كل ده كان مقدر، قوات قوم أزر ما سكتتش، وبدأوا يجهزوا لهجوم كبير على مملكة الملائكة، خصوصا بعد ما عرفوا إن فاطمة موجودة هناك. بيكتشفوا إن فاطمة مش عادية، وإنها من نسل امرأة بشرية جوزت واحد من الملائك زمان، وده كان ممنوع. فاطمة دلوقتي بقت رمز، أما يستخدموها للخير أو يقضوا عليها قبل ما تكون خطر. فاطمة بيتم استدعائها للمجلس، وهناك بتقابل الحاكم الأعظم للملائكة، كائن ضخم جدا نوره بيخطف العين، وبيقول لها وجودك فتنة واختيارك امتحان، ولو اخترت طريقك لن يكون هناك عودة. وبيخيرها ترجع لعالم البشر وتنسى كل شيء، أو تكمل الطريق وتشارك في الحرب. فاطمة بقلبها المرتعش بتختار تكمل. وفي المقابل قوم أزر بيستعينوا بكائن قديم أقدم من كل الكائنات اسمه العتيق، مخلوق مختوم من آلاف السنين. العتيق هو كائن شيطاني قوي، وكان هو السبب في أول حرب بين الملائك والشياطين، واللي مات فيها آلاف الملائك والشياطين. واللي حرره كان بشري، ناس من العالم بتاعتنا دخلوا في تحالف مع الجن الكافر مقابل القوة. المعركة الأخيرة بتبدأ وبتكون فاطمة في الصفوف الأولى، بس المرة دي مش بس بتحارب، دي بتقود. مالك بيقف جنبها، والمحقق كمان بيتورط لما بيتم سحبه لجانب المعركة. فجر أرض ناصبين والنار بتشتعل في السماء والجنود بيتساقطوا. فاطمة بتواجه العتيق وجها لوجه، وبتفتح طاقة قديمة موجودة في دمها بتسمى بختم النور اللي بيحرق العتيق، بس ده بيكلفها حياتها. فاطمة ما بتموتش، بتتحول، بتبقى كيان بين عالمين، لا بشرية ولا جنية، لكنها شيء جديد، شيء يخاف منه ويحترم في الوقت نفسه. الحاكم الأعظم بيقول من نسل البشر خرجت ومن الملائك عرجت، والآن أنت أول من يسمى بيننا النورانية. المحقق بيرجع بس مش زي ما كان، في عينه لمعة غريبة وفي صوته نبرة مش بشرية. بيكتب في تقاريره ما رآه لا يمكن للعلم أن يشرحه، لكني شهدت وسأكتب حتى وإن ظن الجميع أني مجنون. وبيسيب عمله وبيختفي. الرواية بتحكي عن فاطمة، فتاة بشرية من نسل قديم بتدخل عالم الجن من خلال كهف ناصبين، وبتكتشف إنها مش مجرد بشر، لكنها تحمل دما خاصا بيخليها واحدة من الملائك،
وهم جن مسلمون عايشين في ممالك خفية. والرواية بتتناول صراعات دينية وفلسفية داخل عالم الجن من خلال معارك بين الخير والشر وبين قبائل من الجن والمسلم والكافر، وبتطرح أفكار عن العهد القديم والخطيئة والخلاص. وفاطمة بتتحول تدريجيا من ضحية لمحاربة قائدة. إيه الهدف من الرواية؟ الرواية بتفتح لك باب لعالم خفي، عالم الجن، وبتفرق بين أنواع الجن المسلم والكافر والخادم والمتمرد، وبتظهر لك إنهم مش مجرد كائنات خرافية، لا، لكن ليهم مجتمعات وقوانين وصراعات زي البشر بالظبط. والهدف هنا إننا نفهم إن في عالم تاني حوالينا، مخلوقين زينا وبيمروا بتجارب شبهنا. من أول رواية لآخرها في خط واضح لصراع أبدي بين النور والظلام، بين الطاعة والتمرد، بين الإيمان والكفر، سواء في عالم الجن أو البشر. والرواية بتوضح إن مش كل ملاك طيب ومش كل جن شرير، في رمادية كبيرة جدا في الشخصيات. الهدف إنك ما تحكمش بالمصدر أو الاسم، لكن الحقيقة دايما أعقد من كده. الفتنة والاختيار والقدر والاختبار والتحالف مع الشياطين من أجل القوة، كلها قضايا دينية وفكرية اتطرحت بشكل رمزي في القصة. فاطمة لما عرفت حقيقتها ما استسلمتش، كملت طريقها بإيمان وتحولت من بنت عادية لقائدة ومقاتلة. في النهاية بقت نورانية. الرسالة هنا إن الإيمان الحقيقي بيغير مصيرك، حتى لو كنت منسي، حتى لو كنت ضعيف. وهنا بيقولك الجن فعلا بيعيشوا بينا؟ هل كل شيء بنشوفه حقيقة؟ ايه معنى الخير وايه حدود الشر؟ واحنا كبشر دورنا ايه في كل ده؟ والهدف الأعمق من الرواية بالنسبة لي افتح وعيك لعالم خفي، تحفيزك انك تواجه الشر مش تهرب منه، حتى لو كان الشر ده جواك. بشكركم جدا، وده كان نهاية تلخيص للكتاب ده. كتاب جميل قوي قوي قوي، اتمنى يكون عجبكم. منسوش تفعلوا علامة الجرس عشان تشوفوا كل جديد.